مساء الخير عليكم مشاهدين الحكاية فين. النهاردة كنت عاوز أتكلم معاكم في قنبلة كلنا منتظرنا يوم 9/6 القادم. القنبلة ممكن يحصل فيها أحد انتخابات مجلس النواب ومركز ومدينة محكمة. 9/6 ممكن تحصل مفاجآت إما الانتخابات معاد وفجأة إن المرشح يعود للسباق من تاني وعقب مجلس النواب يسيب الموقف. حاجات كتير ممكن اتوقعها يوم 9/6. من هنا قلنا الحكايه فيها. حكايتنا النهارده هنتكلم فيها على شوقي سعيد. دكتور شوقي سعيد من قصه بسيطه، بدأ حياته وكافح، سافر رومانيا وحصل على الدكتوراه من رومانيا، رجع القاهره بالتاني، رجع لمصر، رجع لمدينه المحله الكبرى وأنشأ معهد العالي للعلوم التجارية بالمعهد. بدأ مشواره داخل المعهد، اجتهد ووصل لمناصب كويسة. قال لك بقى أنا عايز أبدأ أخدم الناس، أخدم أهل بلدي. قال لك أنا هخش الانتخابات. من هنا بدأ موضوع الانتخابات، بس الفكرة جات له قبل ما معاه التقديم يخلص بيومين، وقال لك أنا هنزل انتخابات وحب الناس. فراح قدم ورقه وفعلا نزل الشارع وبدأ يقول أنا هنزل الانتخابات. بدأ ينزل كل قرية، كل هناك في مركز المحل الكبرى. في ناس كتير ما كانتش تعرف الدكتور شوقي. أول مرة ينزل الساحة نزل وفعلا كان عنده قبول رباني. ناس كتير بدأت تتوقع عشان هو كان عنده فكر تاني، فكر جديد. قال لك انا مش هعتمد على الاحزاب، انا هعتمد على حب الناس. نزل كل قريه، يا جماعه ايه المشكله؟ ايه اللي انتم محتاجينه؟ بدأ بحب الناس، بدأ يساعد الناس. فالناس هنا استقبلته، بدأوا يتكلموا معاه احنا محتاجين حاجات معينه. فكان اللي بيقدر يعمله كان بيقدمه للناس. انما خطه الدوله اللي بتعملها الشخص بعينه. الناس هنا صدقته ومشت وراه. الانتخابات بدأت، انتظرنا الصناديق وهنا الشعب هو الكسبان. النتيجة باختصار دكتور شوقي سعيد رقم 1، الأستاذ وهاب الدين رقم 2، المهندس عمرو سعيد فهمي رقم 3، الأستاذ محمد كورة رقم 4. هنا كان الدكتور شوقي سعيد فائز باكتساح. الانتخابات تمت الجولة الثانية. في الجولة الثانية للأسف النتيجة حصلت فيها خلل. كان كل واثق ومتأكد إن دكتور شوقي سعيد هيكون رقم 1، بس للأسف الناس حصل الصندوق الكلمة وقالت رقم 1 أستاذ إبراهيم، ورقم 2 المهندس عمرو السعيد فهمي، ورقم 3 دكتور شوقي سعيد. الناس أهالينا في مدينة المحلة اعترضوا، بس ده قرار انتخابات. من هنا الدكتور شوقي سعيد قال لك أنا هرفع قضية، وبالفعل رفع القضية وتأجلت مرة واثنين. الجلسة الأخيرة كان الدكتور كمال رفاعي المستشار القانوني والدكتور شوقي سعيد طالب متعددة، منها إعادة فرز صناديق الانتخابات في بعض اللجان. يعني قال لك لجنة بشبيش، لجنة ساتس، لجنة العمرية، لجنة السجاعية، لجنة الداخلية، لجنة بشبيش. طلب إن اللجان دي يتم فرز ورقها تاني. معنى نشوف مين نشوف الناخبين اللي راحوا والورق اللي موجود ونطبقه مع بعض. الغريب بقى إن المحكمة وحددوا يوم 9 اللي جاي علشان يعيدوا فرز الصناديق تاني. دكتور كمان احنا كلمناه وهيكون معانا بكره ان شاء الله هيحكي لنا بالتفاصيل اللي حصل داخل المحكمة. بكره ان شاء الله انتظرونا.
يكون معاكم دكتور كمان الشاوي محمد النقط هيحكي لنا ايه اللي حصل بالظبط داخل الجلسه وايه توقعاته يوم 9/6. انتظروه.